نبدأ حلقتنا النهاردة بالمركز ال14 مع أقوى أفلام الحروب المليان نجوم The Thin Red Line الجديد، لأن الفيلم ده عرض في 1998 وفي فيلم بنفس الاسم عرض في أواخر الستينات، ومش متأكد نفس القصة ولا في اختلاف، بس الفيلم ده الأفضل بحيث إنه فاز ب21 جايزة وترشح ل47 جايزة تانية منهم 7 أوسكار. ده غير الفيلم عمل قرب ال100 مليون إيرادات، مع العلم إن ميزانيته 52 مليون بس. ده غير الفيلم مليان نجوم من العيار التقيل، خصوصا اللي مفروض إنه يبقى الشخصية المحورية في الفيلم أدريان برودي، اللي اتفاجئ وهو بيشوف الفيلم لأول مرة في السينما إن دوره قل جامد أو شبه انعدم بعد ما كان المفروض إنه يبقى أساسي، وكل ده اتغير بعد كده بدون علمه، بس بعدها ب4 سنوات عوضها، وهنشوف في القايمة عوضها ازاي. والفيلم قصته زيها زي قصة أي فيلم حربي، كتيبة تعبت من كتر المعارك اللي بيشاركوا فيها، وفجأة الدنيا هتسخن وتخلي الجنود كلهم متكاتفين في المعارك اللي هتواجههم، وهتشوف حنين الجنود للرجوع للوطن والذكريات القديمة والمعارك اللي هتحصل ما بين الأمريكان واليابانيين. واللي مخرج الفيلم هنا مش مشيطن اليابانيين ومطلعهم بصورة شريرة، ومطلع الكل راح ضحية الحروب والكره والحقد، وهتتعاطف قوي مع ضحايا الطرفين، وهتشوف الطرفين كشياطين، زي هنا مثلا لما شيطن الأمريكان ولا هنا لما شيطن اليابانيين. والفيلم غير ممل نهائيا، مع ان مشاهد الحروب فيه قليلة شوية، لان الفيلم عاطفي وهتعيش فيه اجواء الحروب والمعاناة منها، وانها انتحار وفقدان للإنسانية والكلام ده كله.